احكي لكم حكايه. مره كان في واحده راحت مع ولادها الاتنين، ابنها وبنتها، وركبوا القطر. جنبيهم كان في راجل قاعد جنب الشباك، لقيوه بيزعق بيقول يوه الجو ده هيمطر تاني، ما بحبش المطره. بعد شويه كان جعان، فكان في راجل معدي باكل. عندك ايه؟ قال له عندي ده وده وده. مفيش ولا حاجه بحبها. بعد ما خلصوا رحلتهم ونزلوا من القطر، ابن الام دي قال جزمتي الحلوه دي غاليه قوي، باظت من المطره. ساعتها بس مامتهم وقفتهم هما الاتنين وحكت معاهم في حاجه. قالت لهم المطره دي هي اللي بتطلع الثمر اللي احنا بناكله من الشجر ده، بتساعدنا ان احنا يكون عندنا اكل كتير. ما ينفعش اكون بتذمر ومشكرش على الحاجات اللي عندي. انت عندك جزمه غاليه قوي، بس في ناس ما عندهاش اصلا جزمه. مامتهم قالت لهم لازم اعد كل الحاجات الحلوه اللي عندي، افتكرها، افكر فيها، واحط لها اسامي، ودايما ابقى بشكر ربنا عليها. وده اللي هنعمله النهارده. هنعمل ايه؟ هنعمل ساين او يافطه هنعلقها في اوضتنا بتقول احلى حاجات في حياتي. ايه اللي هنحتاجه؟ هنحتاج جلاد شفاف وورق زي بتاع الدكتور لما بيبقى زورنا وجعنا وبيفتح بقنا بيه، واي حاجه نزين بيها. هنفتح الجلاد الشفاف كده اهو، ممكن افتح نصه بس، وهجيب اول عصايه خشب او الوودن ستيكس والزقها، وبعدين نلزق اللي بعديها والتالتة كمان. كل عصايه من دول هنكتب عليها احلى حاجه في حياتي. شوف بقى انت عندك كام حاجه بتحبها في حياتك، لو في اي زياده هنقصها بالمقص. اللي عملتها هنا لونتها، ففي دي مش ناويه الونها. ناقصنا دلوقتي الريبن اللي هنحطه من ورا عشان نقدر نعلق بيه اليافطه بتاعتنا. اختاروا بقى اللون اللي انتوا عايزينه، ممكن نجرب اصفر ونلزقه من ورا. دلوقتي هنبتدي نكتب ايه احلى الحاجات في حياتنا. انا بفكر اسأل اصحابي لولو وديفيد اللي معانا هنا، انتوا مش شايفينهم بس هم موجودين، ايه احلى الحاجات في حياتهم، ونكتب الحاجات اللي هم بيحبوها. لولو يا لولو. ايوه يا نانسي. عايزه اسألك سؤال، ايه احلى الحاجات في حياتك؟ احلى حاجه في حياتي اصحابي، ايه، عيلتي وشغلي. بتحبي شغلك قوي كده يا لولو؟ بحب شغلي جدا. وايه كمان؟ والعجله بتاعتي. هديكي فرصه تقوليلي حاجه كمان. ممكن اقول الموبايل اللي بيخليني اكلم كل الناس. ميرسي يا لولو. دلوقتي هسأل ديفيد. ايوه يا نانسي. ايه احلى حاجات في حياتك يا ديفيد؟ احلى حاجه انا بحب اصحابي. اصحاب ديفيد. وبحب بابا وماما. بحب البطاطس المحمره بحبها قوي انا كمان. وايه كمان يا ديفيد؟ بحب اللعب بتاعتي، بحب الالوان اللي بلون بيها. الالوان، انا عمري ما شفت حد بيشكر ربنا كمان على الالوان. تحفه. كده احنا عملنا اليافطه بتاعت احلى الحاجات في حياتي. عايزاكم تفكروا كويس قوي، ايه احلى الحاجات في حياتك؟ ركز كده واشكر ربنا على كل حاجة عندك. ممكن تبقى حاجة كبيرة قوي، ممكن تبقى حاجة صغيرة، بس دايما اشكر. يلا هاتوا الجلاد والخشب واكتبوا احلى الحاجات في حياتكم.